السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نعملوا مع بعضنا حلوة الفراولة، حلوة سهلة وسريعة وياسر لذيذة. أولا نستحقوا نصف كيلو فراولة، نقوموا بتقطيعها كما قاعدين تشوفوا. بعد ذلك نحطها في أي طبق للطبخ، نحط عليها كيس ماء، 250 جرام سكر، ونقوم بتحريكها حتى يذوب السكر، وبعد ذلك نحطها على نار على تقريبا 5 دقائق حتى نحصلوا على نوع متاع مربى. هوني حطيت عليها 200 جرام جيلاتينا بنكهة الفراولة. في الطبق بتاعنا اللي مش نحطوا فيه الحلوى متاعنا، لازم ندهنوه شوية نلول بزيت أو بشوية زبدة، نحطوه في الثلاجة تقريبا نصف ساعة. هوني خليت زوز باكويت متاع كريمة، عليهم باكو متاع حليب مكثف، 40 ملي حليب، نقوم بخفقهم مع بعضهم. هوني 30 جرام جيلاتينا. هوني خرجنا حلوة الفراولة متاعنا وحطينا عليها المكون الثاني، وبعد ذلك حطيتها في الثلاجة تقريبا ما يقارب ساعتين، وهوني تكون الحلوة متاعنا حاضرة بدون فرن. نتمنى تجربوها، حلوة سريعة وسهلة وسريعة، وكذلك للضيوف معناها اللي يجوك راح ينبهروا بالنتيجة روعة، ننصحكم تجربوها.